على الاهلي وبالميراس، جايب لكم كده حاجه من البرازيل. يعني اتنين صحابي من البرازيل. واحد اسمه جيل وواحد اسمه برونو. اصحابي يعني صحفيين في المجال بشكل عام. كنت بتكلم معاهم من شويه وبسالهم يعني عن ردود الافعال وشايفين ازاي الماتش والكلام ده. الناس عندها ثقه تامه ان هم متاهلين وان هم شايفين ان هم وبورتو الاول والتاني. فان حصل تعادل يعني هم مش عايزين تعادل، كانوا عايزين يكسبوا بورتو عشان ما يلعبوش باريس سان جيرمان وقصة يعني. لكن مش عارف ده بقى حقيقة، يعني الحقيقة مش عارف ده بقى يعني حاجة في صالح الأهلي، حاجة مش في صالح الأهلي. مش عارف، لكن آه يعني الناس عندها ثقة كبيرة جدا ورهيبة جدا، وشايف ان هو نازل يلاعب فريق مش معروف. مش عارف ازاي عارفينه اسما طبعا، وعارفين ان هو فرقه على طول بتقل، وفرقه لعبتهم قبل كده بتاع فرقه برازيليه على طول بس هم عندهم ثقه في امكانياتهم رهيبه. هم الامانه فرقه حلوه، فرقه كويسه جدا، وكانت تكسب بورتو، فرقه حلوه جدا. تمام، فهم عندهم. هم شايفين ماتش انتر ميامي والاهلي ده ماتش هنبقى ماتشين ناخد فيهم 6 بونت، ونشوف بقى فريق الاهداف بقى، نشوف بقى اي حاجه تخلينا اول ما نبقاش تاني. فدي ثقه. ممكن يكون ليها سلاح ذو حدين، حاجه كويسه وممكن برضو يكون حاجه ضد الاهلي، ان هم عندهم ثقة عالية وفرق، وبرضه ممكن تكون حاجة يعني في صالح الأهلي، هم نازلين ثقة زيادة. فأنت تنزل، خاصة أنت بشرة قليلة. اللي بيزعلنا من الأهلي إن هو حاطط نفسه في بؤرة، يعني الفرق متواضعة والنتائج متواضعة. لأ، أنت عندك أعلى 3 أجنحة في أفريقيا. عندك تريزيجيه، بن شرقي، زيزو. عندك أفضل فيرود في أفريقيا، عندك افضل لعيب رقم 8 في افريقيا صرف محمد علي بن رمضان، لان انا مش بقيم امام عاشور إن هو لعيب رقم 8 يعني. لكن هقول لك اكتر لعيب موهوب واكتر لعيب حريف واكتر لعيب جامد امام عاشور. حطه بقى مركز 10، حطه جناح، لعيب قوي جدا. ف يعني امام مصاب، فانت عندك خط هجوم المفروض ده هجوم ناري. لا، انت تعمل شغل احسن من كده، تنزل تكسب اي فريق. فالاهلي وبالميراس، ردود الافعال هناك صحافه وجماهير يعني هم عندهم ثقه كبيره ان هم يكسبوا الماتش دوت. مفيش مشكله خالص وهيعدوه. ومش مذاكرين الاهلي على فكره، يعني اغلب ما مش ملاحظ ان هم مثلا بيعملوا تقارير او بيعملوا حاجات يعني. انا بعد ما كلمتهم لفيت لفه كده في المواقع اللي هم فيها وفي الميديا البرازيليه بشكل عام على تويتر، ما لقيتش هم يعني مدين الاهلي حاجه يعني. هم بيبصوا على نفسهم بس يعني. فنتمنى يا رب ان يكون دي حاجه كويسه يعني.